السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي ومتابعيني، نورتوني وشرفتوني، ووجودكم دايما على راسي. نورتوني في قناتي مطبخ أسماء الشناوي. احنا النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة جديدة، هنعمل مع بعض سمك. ده سمكة المكاريل أو سمكة البلاميطة زي ما بنقول عليها، يعني احنا عندنا بنقول عليها بلاميطة، لكن هي الاسم المشهور ليها مكاريل. ده كيلو انا جبته، وهبدأ انضفه واشيل كل حاجة موجودة جواه، ونشوف هنعمل فيه ايه مع بعض. بس عايزاكم قبل ما نبدأ في الوصفة بتاعتنا النهاردة، عايزاكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تشجعوني في التعليقات بتاعتكم وتقولولي الكلام الحلو اللي انا بحب اسمعه منكم. هنا بقى هنبدأ ننضف السمك كده كله، يعني هنعملهم التلاتة، وبعد كده هنبدأ نعمل لهم محلول النقع بتاعهم. بس بعد ما نغسلهم، يعني انا هغسل السمك مرة واتنين، وبعد كده هبدأ اقطع السمكة لنصين، علشان لما اجي احمرها يعني تبقى حتت معايا كده، ما تبقاش السمكة على بعضها كده، وتبقى كبيرة كده في الطاسة بتاعتي او في المقلية بتاعتي. فانا بقى هقطعها اتنين علشان تبقى سهلة معايا يعني وكده. انا بقى همسكها كده، اعيد عليها الغسيل من تاني، عشان لو في حاجة بقى في البطن بتاعتها معدية مني ولا حاجة اجيبها برضو. هبدأ كده احطها على جنب، وابدأ اجهز محلول النقع بتاعها، وهو عبارة عن دقيق ومية وملح وليمون. هبدأ بقى انزل فيها السمك، كنت قطعته خلاص، فانا هبدأ انزله فيها واركنه على جنب، وابدأ اغسل الخضار بتاعي. انا معايا طماطم، ومعايا حوالي بصلتين، ومعايا قرن فلفل. انا هبدأ انضف البصل كده والفلفل، وهغسل الطماطم برضو علشان اضربها في الخلاط علشان اعمل الصلصة بتاعة السمك بتاعنا. هنا انت لو مش عايزة تحطي الفلفل ما تحطهوش، بس انا بحب طعم الفلفل قوي مع البصل في الصحافة بتاعة السمك، يعني بيغير طعمها، بيودي طعمها في حتة تانية بجد. يعني قرن الفلفل ده بيودي طعم الحاجة في ناحية تانية خالص. انا هنا كنت خلصت تقريبا، انا هبدأ اجيب شفشق الخلاط بتاعي واحط في قلبه الطماطم، اقطعها كده واحطها فيه علشان اضربهم في الخلاط. هنا بقى كنت رحت على النار، جبت البصل بتاعي قطعته، وقطعت قرن الفلفل ومعاهم شوية زيت، وحطيتهم على النار لحد ما يتحمروا. وعلى الناحية التانية حطيت طاسة او مقلاية وفيها السمك. انا نزلت السمك في دي وبعدين حطيته في الزيت، بس يعني الحتة دي مش عارفة المقطع ده راح فين. فانا هبدأ بقى انزل في الصلصة بتاعتي، احط فيها كمون وكزبرة وشطة وفلفل اسود وملح، وهنزل عليهم بمعلقة من الثوم المفروم، واسيبهم يتسبكوا مع بعض شوية كده او لحد ما الصلصة بتاعتي تتقل. وابدأ احط فيها السمك، يعني على ما السمك يتحمر بتكون الصلصة بتاعتي تقلت زي ما انا عايزاه. هنا السمك اصلا خلاص كان يعني اتحمر من ناحية، اهو الناحية التانية تاخد بس كمان لون شوية، وهبدأ اطلعه احطه في الصلصة. جربوا طريقة السمك دي على طريقتي بجد، مش هتندموا، طعمها تحفة 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 بجد. هقول لكم تاني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنا خلاص يعني تقريبا كانت الصلصة بتاعتي وصلت لحد ما انا عايزة، او وصلت زي ما انا عايزاها يعني. والسمك خلاص تقريبا يعني كان اتحمر، فانا هبدأ اطلعه
واحطه في الصلصة علشان ابدأ ادخلهم الفرن. يعني اهو شايفين يعني كان لونها اتحمر خالص. انا بحبها تبقى يعني متحمرة كده علشان لما تحط في الصلصة وتدخل الفرن هتاخد يعني ايه يدوب غلوة من تحت بس كده، وهتاخد بقى ايه اشغل الشواية عليها من فوق. بتلاقوا الوش بتاعها كده ايه يعني مدي لون كده، بيبقى طعمها حلو بصراحة. اهو انا كنت خلصت وحطيتها في الصلصة، وهبدأ ادخلها الفرن الوقت. شايفين الجمال؟ شكلها تتاكل اكل اصلا قبل ما تدخل الفرن. السمك اصلا يعني يعتبر مستوي من قبل ما يدخل الفرن، والسمك يعني احنا محمرينه. يعني احنا اصلا كان ممكن نكتفي بشوية دقة على وش السمك وناكله كده وخلاص. هنا خلاص كان بعد ما السمك خرج من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ شايفين الطعامة؟ اللهم بارك، تحفة.